بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت كل يوم بتكلم وكنت كل يوم بنادي على موضوع حوادث الطرق، والناس كانت بتزعل مني لما كنت بقول السواقين. مش السواقين إلا ما رحم ربي، عشان خاطر ما اظلمش حد. تلات ارباع السواقين اللي ماشي على الخطوط في مصر كلها سواقين بتشرب مخدرات. امبارح ماتوا 20 شاب وشابة. ده الحادث، 20 شاب وشابة ماتوا امبارح بسبب سائق مدمن، بسبب سائق ينتقم منه ربنا، بسبب سائق مهمل، بسبب سائق ما عندوش لا إنسانية ولا ضمير، بسبب سائق المفروض يموت زيهم، المفروض ياخد إعدام ويموت زيهم، عشان أهله تذوق طعم وجع العيال دي اللي ماتت، أو وجع الشباب اللي ماتت. دي الجنازات. للأسف الشديد، للأسف الشديد، الحادث بتاع امبارح حادث وجع الكل بتاع الدقهلية. بص الناس بتطلع الناس من المية ازاي، شايفين؟ يا وجع قلب كل أب وأم على ولدهم أو بنتهم اللي ماتت في الحادث. يا وجع الشباب اللي كانوا في المية بسبب سائق فاسد وسخ ما عندوش لا ضمير ولا إنسانية، بسبب واحد مهمل شارب للمخدرات مسكر وسخ. شباب راحت امبارح بسببه. يوميا كنت بنادي من خلال منصتي المتواضعة وبقول يا جماعة الخير السواقين على الطريق، بقول يا جماعة الخير السواقين على الطريق تخلي بالها. انتوا معاكم أرواح، معاكم أرواح في العربيات، معاكم أرواح في الميكروباصات، معاكم أرواح في الأتوبيسات. امشي على الطريق بما يرضي الله. خاف ربنا وانت طالع من بيتك، خاف على عيالك وخاف على أهلك. انت مش خايف عليهم يا اللي ما عندكش دين ولا دم، يا اللي ما عندكش دين ولا دم. مش خايف على اهلك، خاف على الاهالي اللي معاك، خاف على الشباب اللي راكب معاك، خاف على اهلهم. خلي عندكم دم شويه. اي كلب بيتعاطى مخدرات ويمشي على الطريق انت ما عندكش اهل، لانك من ربايه وسخه وتربيه وسخه. اخصى عليك وعلى شرفك لما 20 شاب يموتوا بسببك، 20 شاب يموتوا بسببك. للاسف الشديد النيابه امبارح وضحت، شايفين الناس بتطلعهم من الميه ازاي؟ منظر يوجع القلب، والله مناظر توجع القلب. 20 شاب وشابة امبارح راحوا هدر بسبب واحد متهور بيشرب مخدرات. مش فارق معاه الناس تموت ولا الناس تعيش، زيه زي آلاف ماشي على الطريق. خلي بالكم دي مش أول حالة ولا 1000 ولا مليون. عد على إيدك من هنا ل100 سنة حالات زي كده على الطريق. بيطلع من بيته يشرب مخدرات وطالع ماشي في الطريق ولا حياة لمن تنادي، لأنه عارف مفيش حد هيقابله على الطريق يفتش ولا يعمل له بتاع ده اختبار إدمان أو اختبار مخدرات. يا ريت يا ريت الشرطة تكثف مجهوداتها شوية على الطريق. المرور كثفوا جهودكم شوية على الطريق، على السائقين المخلة للآداب. ده مخل للآداب الطريق. اديكم شايفين 20 شاب وشابة ماتوا امبارح في زهرة عمرهم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل سواق ماشي على الطريق بيتعاطى مخدرات، لانه مش عامل حساب الناس التانية. هو اهم حاجة، اهم حاجة ي... انا ما اعرفش المخدرات دي بتعمل ايه، يكفينا شرها ربنا والعياذ بالله. ربنا ينتقم منك وينتقم من كل واحد بيتعاطى مخدرات على الطريق، وربنا يرجع حقوق العيال اللي راحت دي منكم. الله يرحمهم وربنا يتقبلهم بقبول حسن. دعواتكم لهم بالرحمة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.